العبادة اللي بترعب الشيطان هي قيام الليل. ليه؟ لأن قيام الليل هو فك السحر. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. وعايز السحر اللي الشيطان ساحر لك بيه واللي الشيطان ساحر لك بيه سحر الدنيا، انك ما تشوفش الدنيا على حقيقتها، انك انت تفضلي مبهوره مفتونه بالفلوس، بالابراج، بالعربيات، بالدولارات، بالعمارات، بالموديلات، بالدنيا، بالازياء. السحر ده يوم القيامه بقى لما يتفك السحر ربنا تنزل بنفسه لقيام الليل. يبقى قيام الليل ده عند ربنا ايه؟ قيام الليل الله فرضه قبل ما يفرض الزكاه، قبل ما يفرض الصيام رمضان، قبل ما يفرض الصلاه الفروض الخمسه، قبل ما يفرض الحج فرض قيام الليل. يعني قيام الليل ده التربيه الاولى. طب هو ربنا بيتنزل كل ليله ليه؟ لانك انت ما تقدرش تعيش ليله من غير ما ترفع ايدك وتقول يا رب. مصيبه انك انت تواجه الحياه من غير كلمه يا رب، دي مصيبه. بيتعمل لك ريستارت، بتتلستر وتبدا من اول وجديد تاني، بتبدأ تخرج إنسان جديد. مراية القلب خالية في جوف الليل فمعاني القرآن بتظهر عليها، إنما مراية القلب بالنهار كلها أشباح وصور والدنيا ومشاغل وهموم. فلما بتيجي تقرأ القرآن المشاغل بتتزاحم، مفيش مكان في المراية. قيام الليل بقى الغسيل بقى، غسيل القلب بتاع قيام الليل ده بالنسبه لنا حياه وموت. قيام الليل ده الكنز الضائع من حياتنا، دي الرايه البيضاء اللي انت بترفعيها وتسلمي امرك لله وتقولي له يا رب انا ماليش غيرك، انت ولي، انت ولي يا رب. لو اجتمع سحرة الارض كلهم ان هم يدوني الاحساس اللي انا حسيته بعد نص ساعه صلاه قبل الفجر، والله ما يقدروا ان هم يدوهولي. مشاعر جباره قيام الليل هيزرعها في قلبك وحياتك وحياتك ونفسيتك. السعاده كلها بين ايديك، بالنص ساعه اللي قبل الفجر، النص ساعه اللي قبل الفجر. وممكن الوقت قوم الوقت صلي، تحرمش نفسك وما تحرميش نفسك من قيام اول الليل وقيام اوسط الليل قبل ما تناموا. ولكن برضه ننشن على النص ساعه اللي قبل الفجر، وقت عظيم قوي ووقت كبير قوي. يا عشاق الليل، يا عشاق الوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، كما يقول الرسول عليه السلام اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. يعني اعظم لحظه يتجلى فيها اسم الله القريب في حياتك، اعظم لحظه الواحد بيحس انه فرحان لما بيرفع كده ايده ويقول يا سميع يا قريب. تحس ان كلمه القريب دي يعني قليل انك تدعي ربنا بيها ولا يستجاب الدعاء. اكتر لحظه هيتجلى فيها اسم الله القريب في حياتك وفي حياتك هو في جوف الليل الاخر، في هذه اللحظات الغاليه التي لا يساويها اي مال في الدنيا ولا اي شيء في الدنيا.